في الفيديو اللي فات طبعا يا باشا احنا اتكلمنا في الفيديوهين اللي فاتوا اتكلمنا على الواجهه بتاعه السكراتش، واتكلمنا كمان على اللي هو ازاي واجهه السكراتش شغاله، وعرفنا كل التفاصيل اللي موجوده فيها، وعملت لكم فيديو صغير كمان على موقع الهاي كليب ارت اللي هو بيخلي السكراتش بالسبرايتس اللي عليه، الباك دروب اللي هي الخلفيه، بكل الحاجات اللي عليه. اصبح بقى ممتع وحاجه بقت فعلا فوق الخيال بموقع الهاي كليب ارت اللي انا نزلت له فيديو بدون صوت، عملت عليه بس موسيقى والخطوات، قلت ما كانش مستاهل فعملته بالموسيقى، ولان كمان للامانه ما كنتش فاضي في الوقت ده غير ان انا اعمله بالمنظر ده. فادخلوا عليه اتبعوا الخطوات اللي انا شغال بيها على الموقع. هتدخل عادي على جوجل وتكتب هاي كليب ارت وهتشتغل عادي مفيش اي مشكله. تمام. في الفيديو بقى بتاع النهارده هنشرح بقى اول اوامر موجوده معانا، وهنستعين بس بكائن جوه السكراتش عشان في حاجات عايز يعني اشرحها بناء على هذا الكائن ده، لان بعض الكائنات اللي بتبقى جايه من موقع الهاي كليب ارت بيبقى فيها حاجات مش متوفره زي الحاجات اللي هي موجوده في الكائنات بتاعه السكراتش، ودي هتبان معانا او هتبان في شغلنا قدام. كل ما هو علينا دلوقتي ان احنا هنضغط ستارت كرييتنج. انا بشتغل اونلاين. هنضغط ستارت كرييتنج وهيفتح معانا اول طبعا واجهه السكراتش زي ما انا عرفتكم. كرييت بروجكت كالعاده بنطلع من دي، وكمان مش هشتغل على الكائن ده، انا هشتغل على كائن جديد خالص. الكائن ده اسمه تيلور. كائن بيبان يعني الحركه بتاعته، بيبان البرمجه فيه كويس جدا، فهشتغل على الكائن ده. تمام. حبيت اجيب السكراتش من البدايه علشان خاطر اوريكم اهميه السكراتش. هدخل دلوقتي برضو على الباك دروبز وهجيب خلفيه بتاعه الاكس والواي، والاكس والواي دي اللي هي ايه؟ اللي هو المحاور بتاعتنا اللي موجوده زي ما هو باين قدامكم دلوقتي على الشاشه. لو كبرنا ده محور واي وده محور اكس، وادي الكائن اللي هيتحرك دلوقتي. بقى انا ليه جبت المحاور دي؟ عشان اعرفك ان الكائن ده موضوعه على الستيج بيكون محدد بقيمتين، قيمه للاكس وقيمه للواي، ودي شرحتها في الفيديو اللي انا كنت بشرح فيه اللي هو الخلفيه بتاعه السكراتش، يعني الواجهه بتاعته، وقلت لكم هتبان قدام. فانا دلوقتي الكائن ده في المكان ده، ادي قيمه الاكس دي بكذا والواي ليه بكذا. يعني ادي هنا مثلا الاكس بسالب 24 والواي ب5. لو غيرت المكان ده وجبت وليكن في المكان ده، هتلاقي ان هي هنا بقت بسالب 172 للاكس والواي ب 99. فعايزين يبقى الحته دي مهمه جدا جدا، حته ان وضع الكائن على المنصه دي بتبقى فين. دي بقى طب ليه يعني بتدقق على الحته دي؟ لان يا باشا زي ما قلت لك يعني دلوقتي انا الكائن اهو موجود. طب انا عايز احطه هنا. طب انا عايز الكائن لو لمس الاطراف دي يعمل حاجه. طب انا هحط كائن تاني ممكن يبقى الكائن ده على الطرف. طب انا عايز لو لمس الطرف. طب انا عايزه يروح على مكان معين. طب انا عايز اول ما اضغط على العلم الاخضر يروح على مكان معين. ما هي كل دي ايه؟ كل دي برمجه. فانا دلوقتي عايز مثلا، يعني انا دلوقتي الكائن موجود هنا، عايز اول لما اضغط على العلم الاخضر الكائن يجي في نقطه المنتصف بتاعه الصفر وصفر. بنعملها ازاي؟ يبقى هنطلع على منطقه الكود اللي هي دي، وهنبتدي نختار انت عايز ايه دلوقتي. انا عايز لما اضغط على العلم الاخضر. شفت؟ ده بقى التفكير المنطقي اللي احنا بنتكلم عليه، انك انت عايز اول لما تضغط على العلم الاخضر تعمل حاجه معينه بس كده، يبقى انت زي الفل. يبقى انا اول لما اضغط على العلم الاخضر هضغط يبقى ده ايفنتس. انت بقى في الايفنتس ركز في بقى عندك العلم الاخضر. ممكن لما اضغط على العلم الاخضر اعمل حاجه، خلي بالك. ممكن كمان لما اضغط على زرار بتاع السبيس اعمل حاجة، في لما اضغط على الكائن نفسه اعمل حاجة، في كمان لما الخلفية تتبدل. بس دول هسيبهم دلوقتي، خلينا في التلاتة دول عشان اوريك حجم السكراتش عامل ازاي. فانا دلوقتي هطلع كمان على الموشن. انا عايز دلوقتي لما اضغط على العلم الاخضر يتحرك 10 خطوات. فانا دلوقتي لو دوست له على العلم الاخضر اهو، لو كبرت الصفحة وجيت ادوس على العلم الاخضر هلاقيه اهو، كل ما اروح هلاقيه بيتحرك بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب كمان ممكن ما اخليهاش بالعلم الاخضر، ممكن لما اضغط على السبيس، والسبيس اللي هو الزرار الكبير اللي بتاع اللي هو المسطره في الكيبورد اهو، لو ضغطت على المسطره اهو هلاقيه بيتحرك. انا دلوقتي ما بدوس على العلم الاخضر، لو دوست على العلم الاخضر مش هيعمل حاجه. طيب دلوقتي كمان لو انا دوست على الكائن نفسه يتحرك، فدي نفس الكلام اهو، لو دوست على العلم الاخضر دلوقتي مش هيعمل، لان انا
ما برمجتش. طيب ولو دوست على المسطرة برضو مش هيعمل حاجة. لكن بص لو دوست على الكائن اهو نفس الكلام. بص لو الكائن بعيد عن السهم يبقى مش هيبرمج الحتة اللي انا عايزها فيها. تمام. يبقى انا دلوقتي اول حاجة رحت على الموشن، جبت الايه، جبت اللي هو الموف. طيب ايه بقى التيرن 15 ديجري والتيرن 15؟ دي بتخلي الكائن يعمل روتيشن. دي برضو هنشرحهم على طول اهو. يعني مثلا لو انا جبت دي كده ودوست على العلم الاخضر هلاقيه يلف بالمنظر اللي انت شايفه ده. ممكن ابقى انا محتاج حاجه زي كده، وشوف انت تلاحظ ان لفته ممكن نقول ان هي مع عقارب الساعه تقريبا. لكن بص لو جبت دي هتلاقيها ضد عقارب الساعه لو دوست على السبيس. بص اهو عمليه عكسيه بالظبط. طيب ايه تاني؟ الجو تو راندوم بوزيشن ده برضو امر مهم. ايه بقى الجو تو راندوم بوزيشن؟ الجو تو راندوم بوزيشن معناه انه انا بخليه يروح على اي مكان عشوائي لما اضغط على العلم الاخضر. يعني انا ضغطت هنا فراح في هنا، طب هضغط هنا هيغير مكانه، طب هضغط هنا كل ما هتلاقي ان الاكس والواي قيمتها بتتغير، طب هضغط هنا طب هضغط هنا. فده الراندوم بوزيشن. تمام. يبقى احنا كده خدنا الموشن بتعمل حركه للكائن. التيرن دي ممكن نقول زي روتيشن كده سواء للرايت او للليفت. طيب الجو تو راندوم بوزيشن بتخليه يروح لاي مكان عشوائي. فانا لما يجي حد بقى يبرمج انا بقول له ايه دلوقتي؟ شوف لما تضغط الكائن ده مش هيتحرك من نفسه، لازم لما اضغط على حاجه معينه يبتدي يتحرك. فانا قلت له لما اضغط على العلم الاخضر يتحرك بطريقه. فانا كده بوصل له فكر برمجي. طيب كمان عندك الجو تو اكس بكذا والواي بقيمه معينه. فانا مثلا انا دلوقتي عايز يروح على الصفر وصفر، فهاجي كده وابتدي اقول له روح على الصفر وصفر. تمام. تمام. فانا هجيب الامر ده كده واركبه. شوف انا مثلا وليكن الكائن انا جبته هنا، شوف لما اضغط على العلم الاخضر الكائن هيروح فين؟ هيروح عند منطقه الصفر والصفر بالظبط زي ما انا حددت له. تمام. طب دوست تاني خلاص هو كده في الصفر والصفر مش هيعمل حاجه تاني. طيب تمام. والدليل على ذلك بص الاكس اهي بصفر والواي بكام؟ برضو بايه؟ بصفر. تمام. مرحله كويسه. يبقى انا دلوقتي قلنا الجو تو اكس فيها بقيمه والواي بقيمه بيروح على قيمه معينه على الستيج. لكن لو قلت له جو تو راندوم بوزيشن بيروح على اي مكان عشوائي على الشاشه. في بقى الامر جلايد ده. الامر جلايد ده سحر يا شباب. طب ليه بقى سحري؟ لانه بيعمل لك حركه كده، يعني حركه ناعمه كده في الكائن بتحسسك فعلا انك تقدر تعمل حاجه كويسه جدا. فانا دلوقتي جبت جلايد لراندوم بوزيشن خلاص. طب ايه الواحد ده؟ الواحد ده مكتوب جنبيها كلمه اس اي سي اس ودي اختصار لكلمه ثانيه. يعني هو هيعمل الجلايد دي في الواحد ثانيه دي. طب ايه الجلايد دي؟ الجلايد دي بتعمل حركه انزلاق، بس انا المره دي بقول له لمكان عشوائي، فتحس ان الكائن بيعمل طيران كده. بص شوف اهو. فانا في الواحد ثانيه اتحرك هنا، في الواحد ثانيه بيتحرك هنا، في الواحد ثانيه بيتحرك هنا. فابداع لا بجد. طب انا دلوقتي لا، طب انا عايزه يعمل جلايد بقيم معينه. عادي مفيش مشكله. انا ممكن اقول له انا عايزك تعمل لي جلايد على الصفر والصفر. تعال. يبقى انا هوقف الكائن مثلا وليكن في المنطقه دي واهو مثلا، وهقول له انا عايزك تعمل لي اول ما اضغط على العلم الاخضر روح لي على الصفر والصفر بطريقه الانزلاق. بص اهو خلاص كده ثبت. دي بقى احنا بقى ممكن نعمل عليها حركه جميله جدا. بسرعه بقى كده في الدقيقتين اللي فاضلين هنحوش كل بقى الاوامر دي اهو. معلش هننضف بس عشان يبان قدامك اللي انا عايز اعمله. فانا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اول ما ببدا انا قلت له روح اعمل جلايد للصفر وصفر. فهو اول ما هيبدا او هو واقف هنا فانا اول حاجه هجيب كمان العلم الاخضر. عادي انا عايز اقول له لما اضغط على العلم الاخضر اول حاجه خليه يروح في الصفر والصفر. طب ما انا خلاص ماشي انا جبته مره مش هجيبه تاني بقى. يبقى انا عايز اقول له اول حاجه لو هو موجود في اي مكان خليه جو تو على الصفر وصفر. يبقى انا هجيب له جو تو دي هعمل زي تطبيق كده صغير. ادي الجو تو بصفر وادي الواي بصفر. طيب بعد كده انا عايزه يعمل انزلاق. طب يعمل انزلاق لفين؟ انا عايزه يعمل انزلاق هنا. بص او بلاش، انا عايزه يعمل انزلاق لفوق. تمام. طب لما يعمل انزلاق لفوق مش هاخد دي بقى. ليه؟ لان القيم اتغيرت لما طلعته فوق. بص وكان هنا مثلا. طب انا عايز لما اجي هنا هجيب بقى الجلايد عشان تكون القيم ثبتت. طب بعدين انا عايزه يرجع تاني فانزله تاني اهو كده وبعدين اروح اجيب جلايد اهو. طيب بعد كده عايزه بعد كده يروح ماشي كده اهو. بعد كده اروح جايب جلايد اهي. بعد كده عايزه يرجع تاني عند الصفر وصفر وبعدين اجيب جلايد. بص هوريك بقى الترتيب اللي انت ممكن تعمله. بعد كده عايزه يروح هنا
عايزه يروح هنا في المنطقة دي كده، فبقى هروح اعمل ايه؟ اجيب جلايد نفس الكلام. بعد كده انا عايزه يرجع تاني، فهجيب ايه؟ هجيب جلايد، مفيش مشكلة. بعدين هنزله تحت كده اهو، يبقى هجيب جلايد. بعد كده هجيب جلايد للصفر وصفر، كأنه هرجعه لمكانه تاني. تمام. تمام. تعالى بقى نشوف بسرعة الحركة دي ممكن تعمل ايه. لو انا كبرت كده ابتديت تشوفه هو واقف فين. اول ما هضغط على العلم الاخضر هيروح على هنا، وبعد كده يعمل حركة الانزلاق بتاعته. بص اهو كده راح، بعدين نزل، بعدين راح تاني، رجع، راح هناك، رجع، بعدين نزل، بعدين رجع تاني، بطريقة زي ما انت شايفها كده. حاجة فعلا بصراحة في منتهى الروعة والجمال. وبكده ابقى انا قلت له ان ده الالجوريزم اللي بيطبق الحاجة دي. طب ايه الالجوريزم ده؟ ان انا لما اضغط على العلم الاخضر هيروح لمكان الصفر والصفر، وبعد كده يعمل انزلاق بكل الاوامر اللي انت شايفها دي. استناني في فيديو جديد نكمل باقي الاوامر بتاعة الموشن، او يعني معلش خلينا نكملها برضو في الفيديو ده بالمرة عشان يبقى احنا خلصنا الحتة دي. ايه بقى اللي ممكن بقى افصل دول كلهم كده اهو، وبعدين في باقي لي اللي هو كان مين؟ البوينت ان دايركشن. البوينت ان دايركشن دي مهمه جدا. البوينت ان دايركشن دي بتبان جدا جدا في لما بروح على الايفنت واجيب الزرار بتاع المسطره. ليه بقى؟ لان في زرار المسطره فيه الاب والداون، فانا عايزه اول ما اجي اعمل اب يلف وشه لقدام. بص، فبعمل كده واروح شايل دي جايبها كده، يبقى انا كده اول ما هضغط على الزرار اللي فوق بص لف وشه لقدام اهو. طب عايز بعد كده طبعا هجيب واحده للداون. حاجه جميله، حاجه فعلا جميله بجد. فانا هجيب الداون، ادي الداون اهو، وبعدين ممكن اعمل من دي كده دبليكيت واخد واحده تاني اركبها كده. بص اول ما الف انا واخد الداون، انا واخد الداون بس انا ما عملتش دي، ما انا فالمفروض الف دي، اخلي كاني بقول له اخلي اتجاهه الاسفل. بص لما الف كده اهو. طيب نفس الكلام ممكن اعمل واحده دبليكيت تاني كده، واخلي دي بقى الرايت اهي، هخلي دي الرايت، وبعدين في التشين في دي هخليها فين الرايت؟ ادي الرايت اهو. بعدين هعمل واحده تاني للشمال دبليكيت اهو، وبعدين اخلي دي ليفت، وبعدين اخلي ده بسالب 90 يعني في الاتجاه المعاكس. تمام. لو جيت كبرت الشاشه دلوقتي ومسكت تيلور، انا عايز الف لقدام، فانا كده لقدام لتحت يبقى هيلف لتحت لكده، يبقى هيلف بحيث ان هي تبقى تحركا او تمهيدا للايه؟ لكود برمجي هيبقى جاي في غايه الاهميه الفتره اللي جاي. طبعا انا هنا بقول له بوينت ان دايركشن، وهنا بوينت ان دايركشن 90، هنا الرايت وهنا الليفت، هنا الاب وهنا الداون اهو. لف هو تقريبا كان فيه بس معلق شويه، يبقى كده لف كده اهو اهو. انا كده بلف في الاربع جوانب، بحيث ان انا بقى ممكن اروح اعمل ايه؟ ممكن اروح طالع على الموشن كده واروح جايب له موف ومركب له موف هنا مثلا، وليكن انا كده في اتجاه الليفت، فانا لو عملت كده في اتجاه الليفت، فين الليفت؟ بص ممكن امشيه بالمنظر ده بصراحة. طب لو جبت نفس الكلام من هنا جبت موف، يبقى انا همشيه في الاتجاه المعاكس اهو. طب عايز اطلع لفوق، يبقى هجيب نفس الكلام، هجيب موف احطها في الاب، وهجيب موف احطها في الايه؟ في الداون، وبعدين اطلع انزل اهو. شايفين يا شباب انا كده بمشي على الستيج زي ما انا عايز، تمهيدا ان انا هعمل كود لبرمجة لعبة في غاية الاهمية وفي غاية بصراحة الابداع. تمام. تمام كده احنا غالبا يعني شرحنا معظم الاوامر بتاعه موشن اللي هي بتاعه الحركه يعني. هيبقى فيه بس كم امر، لا مش هينفع ان احنا نخلص كل الاوامر دي. واستنوني في فيديو جديد وفي شرح تاب جديده من التابات اللي موجوده دي. هيبقى فعلا يعني في غايه الابداع بجد. استنونا في فيديو جديد وشكرا ليكم.